حتى ما عندنا المغرب بعيد على الامريكان، جبت لكم شويه من الجمال المغرب عندكم حتى لهنا. كل مشيت للمحل وجبت معايا كلشي اصيل، طاجين، الفخار، البراد، طباس البوس، الصواني، كلشي هنا الديكورات مغربيه اللي كتخليك داير بانك راك في المغرب. شفنا كيفاش كل قطعه كديك الرحله للمغرب، كل لون، كل زخرفه، كل تفصيل، حسينا بواحد الجو، يعني جو ديال المغرب كامل. الا شفنا راه ما بغيناش نفوتوا هاد الفرصه هادي، وكل واحد خدا حاجه على حسب الذوق ديالو. اللحظه اللي شدينا فيها الطاجين مسنا الفخار، من الريحه ديال الفخار والطين، كانت تجربه لا تنسى. كلشي كيعطي احساس بالحياه المغربيه بكل روحها، بكل اصالتها وبكل جمالها. كما تتشوفوا هنايا، هاد الصواني هادو بهاد الديكورات وبهاد الاشكال الرائعه، والغرف ديال الطينه سيدي خصوصا انا صفطلوه في رمضان. في رمضان تيكون يعني بواحد الشكل اللي زويون. وكما تتشوفوا البرداد الاصيل، البراد يعني كانك في المغرب تماما. المغرب قربوا لكم هنا في ميريكان، وهاد الطباصر وهاد الديكورات، هاد الشعور لا يوصف، كأن المغرب قرب مننا، بلا سفر بلا تعب، غير لمسة وشوفوا. خذ معك واحد الجزء من المغرب اللي ما جا، يعني راه يتنزع على خلي ماشي يتنزع. كل شيء هنا موجود، وكل تفصيلة فيها قصة، كل قطعة فيها واحد الروح ديال المغرب. ايوا هذه كانت الرحلة ديالنا مع المنتجات المغربية، وكان الشعور حقيقي بالفرحة والفخر.